السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ملخص وأحداث مباراة نادي النصر الودية ضد نظيره نادي لويسيتانيو في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الاستعداد للموسم القادم موسم 2024-2025. قبل أن نبدأ في ملخص المباراة نتمنى منك عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة ودعمنا بإعجاب الفيديو لكي نستمر بنشر المزيد. والمباراة أقيمت اليوم عند الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وكانت مغلقة إعلاميا وبدون حضور جماهيري. وهذه المباراة سادس مباريات نادي النصر الودية والأخيرة في معسكره في البرتغال، حيث دخل نادي النصر بتشكيلة في حراسة المرمى راغد النجار ونواف بوشير ومحمد الفتيل وعواد أمان وماجد قشيش ومختار علي وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم وعبد العزيز العليوة وعبد الرحمن غريب ومحمد مران. هذه التشكيلة التي بدأ فيها نادي النصر مباراته الودية، حيث أن المباراة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. وغير نادي النصر بعض اللاعبين في الشوط الأول، دخول عبد الإله العامري وأيمن يحيى وسعد حقوي ومشاري النمر، وخروج ماجد قشيش وعبد العزيز العليوة وعبد الرحمن غريب ومحمد مران. وأجرى نادي النصر تبديلات في الدقيقة 65، دخول أمين بخاري وعبد الله الخيبري وسامي النجعي وساديو ماني. واللاعبين الذين خرجوا راغد النجار ومختار علي وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم. وما زالت النتيجة بالتعادل السلبي 0-0. وعند الدقيقة 80 دخول أندرسون تاليسكا وخروج عواد أمان، لتنتهي أحداث مباريات نادي النصر الودية بالتعادل السلبي 0-0. وسوف يلعب نادي النصر الودية الأخرى في معسكره في المرحلة الثانية في ماريبيا في أسبانيا. وصلنا إلى النهاية، نشكركم على المشاهدة، دمتم في